الأرض عمرها 4.6 مليار سنة. بدأت ككرة من النار، مفيش مية ولا غلاف جوي ولا حياة، وأما بردت تتكون أول محيط على الأرض، وجاب المية بتاعته من الأمطار المتواصلة اللي حصلت بسبب نسبة بخار المية الكبيرة اللي طلعت من البراكين. وجت كمان المية مع النيازك اللي شايلة تلج وكانت بتضرب الأرض في بدايتها، بس القارات واليابس على الأرض ما كانش ليهم وجود لسه. يعني لو انت موجود وقتها ما كنتش هتلاقي حتة تقف فيها. طب اليابس جه على الأرض ازاي؟ والقارات اللي احنا ساكنينها دي بدأت منين؟ تعالوا نشوف. في الحقب الأركي بين 4 مليار ل 2.5 مليار سنة، الأرض كانت متغطية بمية بس، يعني تقريبا 100% من سطح الأرض كان عبارة عن محيط. طب دلوقتي سطح الأرض 72% منه مية و28% منه يابس. ايه بقى اللي وصلنا للنسبة دي؟ عشان نشوف الصورة أوضح محتاجين نروح مشوار صغير كده لحد اليابان، عشان هناك يابس لسه بيتكون النهاردة بنفس الطريقة اللي اتكون بيها أول يابس على الأرض من 4 مليار سنة. فتعال أوريك لايف إزاي أول يابس اتكون على الأرض. طيب اشمعنى اليابان؟ عشان اليابان فيه 4 ألواح تكتونية بتتقابل تحتها، واللي ما يعرفش إيه هي الألواح التكتونية، فسطح الأرض بتاعتنا مش حتة واحدة، ده متقطع ألواح مرصوصة جنب بعضها، والألواح دي مش ثابتة، دايما بتتحرك حركة بطيئة هي اللي بتولد الزلازل والبراكين. وعشان كده اليابان بيحصل فيها زلازل كتير ونشاط بركاني عنيف ومتكرر. وعشان كده بنشوف جبل زي فوجي واقف لوحده مش وسط سلسلة جبال، عشان جنبه لوح محيطي في قاع البحر بيتحرك ببطء ناحية لوحين قاريين. واللوح المحيطي ده عشان كثافته أعلى منهم، بالبلدي كده يعني أتقل منهم، فبينزل تحتهم وبيعمل حاجة اسمها اندساس أو سبدكشن، وده اللي مخلي النشاط البركاني كبير في المنطقة، وده كمان اللي خلى كميات كبيرة من اللافا تتكون فوق بعض وتكون جبل فوجي. قريب من جبل فوجي في شبه جزيرة إيزو، ودي مليانة براكين، وبرضه عشان نفس السبب. تحتها بشوية في صف جزر اسمها جزر إيزو. في آخر الصف بتاع الجزر دي في جزيرة لسه بتتولد اسمها نيشي نوشيما. اللافا مستمرة بقالها 7 سنين بتطلع من تحت المية لحد ما كونت جزيرة، وده خلى العلماء لأول مرة يدرسوا تكون اليابس ويراقبوه بيحصل قدامهم، بس من بعيد طبعا. أقرب مسافة ممكن تراقب منها هي 4 كيلومتر، عشان احتمالية حدوث انفجار بركاني في أي لحظة. لقوا إن البراكين اللي طالعة من تحت المية وصلت للسطح وبتتوسع وكونت الجزيرة، وهي دي برضو الطريقة اللي تكون بيها كل جزر اليابان. وانت بتبص للبركان بتاع نيشي نوشيما، فانت كأنك بتبص لأول المراحل اللي كونت اليابس على الأرض من 4 مليار سنة. الصهير اللي بيطلع من فوهة البركان ده بيبرد ويتجمد ويبقى صخر، وبعدين يتجمع مع بعضه ويكون جبل حوالين البركان، وكل ما يزيد أكتر يتحرك لتحت لحد ما يوصل للمية. كل شهر اللافا بتمتد جوه المية حوالي 170 متر. حركة اللافا ونشاط البركان بيظهر بالليل أحسن بكتير. هتشوف بالليل اللي الشمس بتخبيه بالنهار. نيشي نوشيما بتورينا القوة اللي بتنتج من حركة الأرض المستمرة، واللي كانت مسؤولة عن تكوين أول يابس على الأرض. الناحية التانية من الحركة دي بيحصل بسببها منظر غريب. في منطقة اسمها سواحل شيكوكو هنلاقي يابس جديد بيتكون برضو النهاردة بس بطريقة مختلفة. هنشوف المنظر ده، صخور ضخمة واقفة عمودي جنب بعض. الصخور دي اتكونت في قاع البحر في مكان اندساس اللوح بالشكل ده. الرواسب دي اتكونت تحت بحر الفلبين اللي بيندس تحت اللوح الآسيو أوروبي، واللوح الآسيو أوروبي بيقشط الرواسب دي من على قاع البحر كل ما بيندس تحته، وبعدين الرواسب دي بتنضغط وتطلع لفوق وتبقى يابس جديد. في المكان ده لحد النهارده يابس جديد بيتشكل بسبب اندفاع الصخور لفوق من قاع البحر، ومستمرة في الارتفاع بمعدل 2 ل 3 سنتي كل 1000 سنة. وعلى فكرة ده معدل سريع لتكوين اليابس على الأرض، والموضوع ده بيتكرر في أماكن تانية كتير في اليابان. مكان تاني زي أكيو شيداي عبارة عن هضبة عليها صخور بالشكل ده، برضه اتكونت نتيجة اندفاع الصخور لفوق من قاع البحر بسبب حركة الألواح التكتونية. تقدر تلاقي في الصخور دي حفريات شعاب مرجانية عمرها 300 مليون سنة، وقت ما كانت الصخور دي شايلة شعاب مرجانية تحت المية. بسبب حركة الألواح النشطة دلوقتي في بلد زي اليابان، عرفنا حركة الأرض تقدر تعمل إيه، وقدرنا نشوف بعينينا الحاجات اللي سببت تكون اليابس على الأرض لأول مرة من 4 مليار سنة. ولو طلعت بمعلومة واحدة جديدة أنا هكون مبسوط، وما تنساش دوق.